أهلاً بكم. دايماً بنتكلم عن العالم الرقمي واللاسلكي وسرعته، بس ورا كل ده في بنية تحتية مادية ضخمة جداً. في تحليلنا ده حنكشف سوا عن الطريق الحقيقي اللي بتمشي فيه بياناتنا من كابلات وأمواج. فكرتوا فيها قبل كده إزاي الصورة بنبعتها من موبايل في بلد توصل للشاشة في بلد تاني في أقل من ثانية؟ الحقيقة إن الجواب مش كلمة السحابة وخلاص، دي رحلة مادية مذهلة بتقطعها البيانات حوالين العالم. خلونا نشوف مع بعض إزاي الرحلة دي بتحصل. طيب، دي خطة كلامنا النهاردة. هنبدأ بالأساسيات وبعدين ندخل في تفاصيل العالم السلكي والعالم اللاسلكي، وهنركز بشكل خاص على تكنولوجيا الراديو الأرضي، وفي الآخر هنبص بصة على المستقبل. تمام، خلونا ندخل في الموضوع على طول. مع إننا بنستخدم كلمات زي وايرلس وكلاود، الحقيقة إن الإنترنت قائم بشكل أساسي على بنية تحتية مادية، حاجات نقدر نشوفها ونلمسها. يعني كل بت واحد من البيانات، سواء كان جزء من إيميل أو ثانية من فيديو، لازم يسافر عن طريق وسيط مادي. الوسيط ده هو الطريق السريع اللي معلوماتنا بتمشي عليه. ممكن نقسم الأوساط المادية دي لنوعين أساسيين. النوع الأول هو الوسائط الموجهة، ودي ببساطة الكابلات اللي بنشوفها وبنلمسها. والنوع التاني هو الوسائط غير الموجهة، ودي الأمواج اللي مش بنشوفها وبتسافر في الهواء والفضاء. يلا بينا نبدأ رحلتنا مع العالم السلكي. دي الكابلات اللي تعتبر العمود الفقري للإنترنت العالمي، اللي بتربط القارات والمدن والبيوت ببعضها. ده أقدم نوع وأكتر نوع منتشر، بقاله أكتر من 100 سنة بيستخدم في خطوط التليفون، ولحد النهاردة هو الأساس في توصيل الإنترنت للبيوت عن طريق خدمة DSL، وكمان في الشبكات الداخلية في المكاتب. فكرة لف السلكين على بعض دي على بساطتها عبقرية عشان تقلل أي تشويش. نيجي بقى للكابل المحوري، اللي أكيد أغلبنا عارفه من توصيلات التلفزيون. التركيبة بتاعته المحمية بتسمح بنقل بيانات بسرعات عالية جداً. والمهم هنا إنه وسيط مشترك، يعني كل الناس في منطقة معينة بيشتركوا في نفس الخط ونفس سرعة الإنترنت. ودلوقتي مع نجم العالم السلكي، الألياف الضوئية أو الفايبر أوبتكس. هنا بدل ما بننقل كهرباء بننقل ضوء، وده بيسمح بسرعات خرافية ومناعة كاملة ضد أي تداخل كهرومغناطيسي. عشان كده هو الاختيار الأول للكابلات العملاقة اللي بتربط القارات تحت المحيطات. الرسم البياني ده بيوضح الفرق كويس جدا. زي ما احنا شايفين، ال DSL والكابل بيقدموا سرعات معقولة، لكن الألياف الضوئية اللي بتوصل للبيت مباشرة، اللي هي ال FTTH، في حتة تانية خالص. وده بيفسر ليه كل الشبكات الجديدة بتتجه ناحيتها. تمام، بعد ما شفنا المسارات السلكية، جاء وقت اللي نتحرك فيه للعالم غير المرئي، عالم الوسائط غير الموجهة، اللي البيانات فيه بتمشي في الهواء اللي حوالينا. أهم ميزة هون هي الحرية. التكنولوجيا اللاسلكية بتحررنا من الأسلاك، بتخلينا نقدر نتصل بالإنترنت وإحنا منتحرك، سواء كنا في كافيه أو منتمشى في الشارع. جوا العالم اللاسلكي الكبير ده، هنركز دلوقتي على أكتر نوع بنتعامل معاه كل ثانية في يومنا: قنوات الراديو الأرضية. هي دي التكنولوجيا اللي خلت عالم الموبايل بتاعنا ممكن أصلاً. لما بنقول أرضية، فإحنا ببساطة بنقصد إن الإشارات دي بتفضل قريبة من الأرض، يعني مش بتطلع لأقمار صناعية وترجع. لا، هي بتتنقل مباشرة بين أجهزتنا وأبراج الشبكات اللي على الكوكب. الحقيقة المدهشة هنا هي إن التقنية دي محوطانا حرفياً في كل حتة. الواي فاي في البيت، شبكة الموبايل وإحنا ماشيين في الشارع، حتى سماعة البلوتوث الصغيرة، كل دول بيعتمدوا على أشكال مختلفة من قنوات الراديو الأرضية. دي الشبكة الخفية اللي عايشة معانا طول اليوم. بس طبعاً الحرية دي ليها تمن. الراديو الأرضي بيدينا حرية حركة وقدرة على اختراق الحواجز زي الحيطان، بس في المقابل هو حساس جداً. مشكلة التداخل دي عاملة زي ما تكون بتحاول تسمع حد في مكان كله دوشة. أما خفوت الإشارة أو الفيدنج، فده معناه ببساطة إن الإشارة بتضعف كل ما بنبعد. ودي هي التحديات اللي المهندسين بيحاولوا يحلوها طول الوقت. طيب، بعد ما شفنا العالمين السلكي واللاسلكي، يا ترى مستقبل الاتصالات شكله إيه؟ الإجابة هي في دمج الاتنين مع بعض، لأن ببساطة كل واحد فيهم بيعتمد على التاني. ودي أهم خلاصة لازم نطلع بيها. لما بنستخدم الواي فاي أو ال 4G، إحنا مش بنتصل بالإنترنت في الهواء وخلاص. لا،
أجهزتنا اللاسلكية بتتصل بأقرب برج أو راوتر اللي بدوره متوصل بالشبكة العالمية العملاقة من كابلات الفايبر اللي كنا بنتكلم عنها. الجزء اللاسلكي هو بس آخر متر في رحلة البيانات الطويلة دي. ونختم كلامنا بسؤال للتفكير. بما أن كل تكنولوجياتنا اللاسلكية دلوقتي معتمدة بالكامل على بنية تحتية سلكية جبارة، هل ممكن نتخيل مستقبل لاسلكي 100%؟ ولا الكابلات حتفضل دايماً هي العمود الفقري الخفي لعالمنا المتصل؟ ده سؤال الأيام اللي جاية هي اللي حتجاوب عليه.